السلام عليكم الخوت. قبل ما نبداو القصة ديال اليوم، متنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر اللايك، والصلاة والسلام على رسول الله. هيا نبداو. آه انا نحكي لكم قصتي مع ديب ويب، وكيفاش حتى تبدلات حياتي في واحد الليلة نقدر نقول عليها ليلة سوداء. هيا نبدا لكم القصة. انا سميتي سمير، وهاد القصة بدات في واحد الليلة بحال اي ليلة عادية. كنت جالس في الدار ديال كوموند في يدي، كنقلب في يوتيوب وكنشوف فيديوهات على الديب ويب. كنت دايما كنسمع عليه باللي فيه اسرار، حاجات مخبية وحوايج ماشي عادية. فداك النهار الفضول ديالي غلبني، قلت مع راسي علاش لا نجرب نشوف شنو كاين تما. دخلت وقلبت كيفاش ندخل للديب ويب، حملت داك المتصفح الخاص كان سميتو طور، وبدات المغامرة. في الاول كلشي كان عادي، مواقع غريبة، كتابات عجيبة، الناس كيهضروا بلغات مفهوماش بحال الرموز، ارقام، داكشي مفهومش. ولكن ما كان حتى شي حاجة مخفية او مخيفة. حتى دخلت الموقع كان سميتو شدو جات. الواجهة ديالو كانت بسيطة بزاف، خلفية كحلة وكلمة وحدة في النص اللي مكتوبة: واش متأكد باللي باغي تكمل؟ ضحكت وقلت اكيد. كليكيت على يس. منين دخلت تبدل كلشي، بان ليا واحد الشات وكان فيه غير واحد الشخص، الاسم ديالو اوبس 77. كتب ليا مباشرة: سمير، واخا ما قلت يا حتى لشي واحد، انا عارفك. وقفت، قلبي بدا كيضرب بشوية. قلت مع راسي يمكن غير تخمين، يمكن هيك اختبرني، يمكن. المهم جاوبت عادي: كون غير كتعرفني قول فين ساكن. يعني بغيت تيستيه واش عرفني بصح ولا عاد علقة عليه. قلتلو الا كنتي كتعرفني قول لي فين ساكن. وجاوني في بلاصة، قال لي انت ساكن في طنجة، الطابق الثالث، في الباب اللي على اليسار. هنا عرفت اللي راه عرفني ديال الصح، حيت فعلا هذه هي الدار اللي انا ساكن فيها. حسيت بالخوف، ولكن الفضول ديالي كان اكبر. بقيت كنكتب معاه، سولتو شكون انت، جاوبني. قالني انا غير كنشوف وكنستنى الوقت المناسب. قلت ليه شنو كتقصد؟ جاوبني بحاجه غريبه وما فهمتهاش. راه ماشي غير انت اللي داخل الديب ويب، حتى الديب ويب داخل ليك. في ديك اللحظه سمعت واحد الصوت خفيف بحال شي حاجه تحركات الدار. قلت يمكن غير الوالده ولا شي حاجه، ولكن الدار كانت خاويه. رجعت نشوف الشات، لقيت رجعت نشوف في الشات، لقيت رساله جديده: ما تمشيش تشوف، بقى غير هنا. انا الرعب بدا كيكبر، ما تحملتش. خرجت من بيسي ومشيت نشوف. الدار كانت ساكتة بشكل غريب، حتى الصوت ديال الساعة ما بقاش كيتسمع. مشيت للصالون والو، مشيت للكوزينة والو. ما تحملتش، خرجت من بيسي ومشيت نشوف. الدار كانت ساكتة بشكل غريب، حتى الصوت ديال الساعة ما بقاش كيتسمع. مشيت للصالون والو، مشيت للكوزينة والو. غير مني رجعت للغرفة ديالي لقيت البيسي شاعل بوحدو. قررت شوية ولقيت الكاميرا شاعلة، والأسوأ في الشاشة بان ليا أنا واقف وراسي وكنشوف تيليكوموند. يعني كان كيصورني في ديك اللحظة. رجعت للشات، لقيت رسالة جديدة: دابا وليتي كتفهم. قلت ليه وانا مرعوب، بغيت نخرج، ساليت. جاوبني: ماشي ساهل تخرج حيت دخلتي بعيد. طفيت البيسي بالزربة، حيدت الويفي وحاولت نعس، ولكن ما قدرتش. كل دقيقة كنحس بشي واحد كيراقبني. من ديك الليلة حياتي تبدلات. التليفون ديالي كيبدا يضوي بوحدو، البيسي كيشعل بلا سبب، وكنلقى احيانا رسائل مكتوبة وممحية. واخر رسالة شفتها كانت:
غادي نرجع، وهاد المرة ما غاديش نبقى غير كنشوف. ومن داك النهار ما عمرني رجعت للديب ويب، ولكن كنحس انه مازال تابعني، يمكن حتى لدابا وهو كيقرا معاك هاد القصة. الا بغيتو الخوت يمكننا نكملو جوج الثاني. الا بغيتو جوج الثاني من هاد القصة كتبوا لنا في الكومونتير، وانا ان شاء الله غنخدم على